بالنسبه للعصا الثلاثيه اللي هي الثلاث قطع، احنا هنتكلم عن طريقه المسك. فبدايه المفروض ان انا بعرف ان في السلسله دي من الناحيه دي، السلسله دي من الناحيه دي، ودي مقدمه العصايه الاولانيه. وبالتالي انا ببقى ماسك ببقى حاطط المقدمه بتاعت الطرف الاولاني عند اخر قبضه الايد. فبالتالي انا لو عايز امسك المسكه العاديه يبقى انا عارف على طول ان من غير ما ابص انا عارف ان دي المكان ده اهو، دي المسكه العاديه. يبقى انا بالتالي قدرت ان انا من المسكه الاولانيه ابقى عارف انا المسكه بتاعتي الاساسيه. المسكه دي هتمكنني من ان انا اعمل ضربات بالطرف الامامي ضربات بالطرف الداخلي، وهقدر اعمل الصدات كلها بالطرف المتوسط. طيب لو انا عايز ابدل المسكه من المسكه دي، لو هبدل المسكه بالايد الاماميه اهي، بس طبعا انا مش هعملها امام الخصم، انا بعملها اهي، يبقى اهي ودي هتمكنني ان انا اضرب واصد وهتعامل بالطرف الداخلي. طيب نفس القصه لو انا هبدل بالايه؟ بالايد الثانيه، يبقى انا عملت مسكه مقلوبه اهي، هقدر اصد بالجزء المتوسط وهقدر اضرب بالاطراف من الناحيه الثانيه. طيب غير كده اهي، هنا ده هيبقى فيه طرف امامي حر. طرف امامي حر ان انا اضرب فيه كل الضربات بتاعتي اللي انا عايزها اهي، بس المشكله فيه ان انا مش هقدر اصد بيه، انا بصد بقى من الجزء اللي جوه، فالقطعتين التانيين يعني، وبالتالي انا هصد وهضرب بالطرف الامامي. طيب الحاجه اللي بعد كده ان انا ممكن اهو والله انا مسكت من طرف واحد بس والطرفين التانيين متساويين، برضه ده مش هينفع معايا ان انا اضرب بس بيه. طيب الحاجه اللي بعد كده ان انا ممكن ابدل وامسك كده، وبالتالي يبقى عندي طرف خلفي سايب اقدر ان انا اضرب بيه واصد، ومن هنا اقدر ان انا اضرب امامي واضرب خلفي. واحد اهي